السلام عليكم، مرحبا بكم في هاد لا نوفيل فيديو. ان شاء الله تكونوا بخير. انا الحمد لله لاباس. جيت اليوم وجبت لكم الوصفه تاع لو كيك اللي يتباع في الحوانت. كيما تعرفوا لو كيك اللي يتباع برا ما عندوش لو ميم غو كيما لو كيك اللي نطيبوه في الدار، او ميم طون ما عندوش لا ميم كولور، يجي ان بو فونسي، ماشي محمر ولا ميم تاعنا كي نحمروه ما يجيش بهذيك لا كولور. دونك يديروا له دي زانغريديون اللي يخلوا هذيك لا كولور تاعو. اليوم جيت نشارك معكم هاد لي زانغريديون، نشارك معكم هاد الوصفه مع كامل لي زاستيوس اللي تحقوهم باش ديروا ان كيك بارفي وبزاف بنين. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هاد الوصفه، واللي عجباتو كالعاده ما عليه غير يدير جيم ويابوني في لاشين تاعنا. وندوزو بسم الله لي زانغريديون لهاد الوصفه. واش نسحقوا زوج حبات بيض، هذا مكان. نسحقوا نص كاس تاع حليب، نص كاس تاع زيت، ونسحقوا كاس صغير ربع تاع سكر. ونسحقوا تانيك زوج كيسان ونص تاع فرينه، ما حينش نديروهم كامل، راح نخلو منهم. ونسحقوا تانيك شويه زبيب ولا شويه لي كاكاوات يفيلي ولا لي زاموند يفيلي، واش عندكم. هما يديروه بالكاوكاو يفيلي. نسحقهم غرفه كبيره بومبي تاع زبده وقرصه ملح، وهاد لي دو زانغريديون اللي رايحين يديروا لنا الفرق، اللي هما لا باتاغوم تاع لافاني ولا باتاغوم تاع الزبده. هو ولا باتاغوم تاع لافاني هو اللي راح يعطينا، هي اللي راح تعطينا لا كولور لو كيك تاعنا. ونسحقوا تانيك ان باكي دو لوفور شيميك، وهاد لو مولا كيك اللي شريتو 20,000 وهايل ولا كاليتي تاعو بزاف هايله. عندي بليزيور فوا نستعملو، ما خسر ما كحل ما والو. وهنا اول حاجه نروحو نديروها، نروحو نطليو لو مولا كيك تاعنا بالزيت، ونزيدو نرشو عليه شويه شويه فرينه. وهنا نروحو نحضرو لو كيك تاعنا. درت زوج حبات بيض، درت قرصه ملح، ودرت كاس غير ربع تاع سكر، ونروح نضربهم بالباتور حتى يولي لا كولور تاعهم تولي تكلغسه شويه، تولي بيضه وتولي لنا شويه هكا، عندها لا تيكستور تاع اون موس هكا ثقيله. هنايا في هذه المرحله واش نروح ندير، نروح نزيدو الحليب تاعنا، ونزيدو تانيك لا باتاغوم تاع لا فاني اللي تجينا هكا كحله، وهي اللي تمد لا كولور تاع لو كيك تاعنا. على بها في الحانوت يجي هكاك مارون، باغ كونطخ كي نطيبوه في الدار يجينا صفر. دونك هذا هو لانغريديون اللي يخليه يجي هكا. وشوفوا لا كولور تاعو كيفاش تبدلت تاع الخليط تاعنا. فوالا نزيدو تانيك لا باتاغون تاع الزبده، ونزيدو الزيت بالعقل، ونقعدو نخلطو هكايا. وهنا تقدروا تعوضوا هاد لي دو باتاغون بلوزاز دورانج ولا لوزاز دو سيترون كيما حبيتو، ولا ديروا لا فاني ولا لو سكر فاني اللي عندكم. دونك نزيدو هنايا لا فارين تاعنا. درت زوج كيسان وربع، زوج كيسان وربع، يقدروا يزيدوا حتى زوج كيسان ونص على حسب الفرينه تاعكم، ولا زوج كيسان وربع. ديروا كيما انا استعملت لا فارين سيم. وهنايا كي زدت لا فارين نسيت ما زدتش لا لوفور شيميك معاها، دونك زدت الزبده، هي زبده مليح تخلوها على فان. وزدت موراها ان باكي لوفور شيميك، وبيان سور لازم نخلطو مع شويه فرينه، ما نديروش ديريكت في هذاك لو ميلونج. درت له هنايا شويه فرينه، وزدت له لا لوفور شيميك، ونقعد نحرك هنايا حتى نتحصلوا على ميلونج يكون ثقيل او ميم طون مهوي مليح. هذا هو، يعني هذه هي لا تيكستور لي لازم يكون عليها لو كيك تاعنا. فوالا كيما راكم تشوفوا تجي بزاف شابه ورطبه هاد لاباط تاعنا. والزبده هنايا بيان سور لازم تكون بحراره الغرفه ماشي بارده. وهنا كان عندي شويه زبيب كيما قلت لكم، رحت رمدته، لازم نرمدوه في الفرينه هكا باش ما يلصقلناش في هذيك لاباط، باش يجي باين ما يذوبش ولا. فوالا رحت رمدته في الفرينه وصفيته هكايا باش ما نروحش نحطو بلا فارين ديالو، ونروح نخلطو مع هذاك لو ميلونج تاعي. وما نخلطش بزاف، نسيي نخلط غير بالعقل، سينو ما درنا والو، سينو كلي ما درنالوش لا فارين. دونك نخلطو غير شويه هكايا قيس ما يمشي لنا هذاك الزبيب في كامل لاباط تاعنا. ونروحو نفرغوها في هذاك لو مولا كيك تاعنا اللي سبق وطليناه بالزيت وبلا فارين. هذا واش تحقوا، ما تسحقوا ديروا له ني بابي كويسون ني ريان، وما راحش يلصق لنا كامل باسكو ديجا لاباط تاعنا ثقيله. او ميم طون هو هاد لو مول قلت لكم دو بون كاليتي مالغري لو بري تاعو بزاف رخيص ومليح. دونك هذا هو لو كيك تاعنا. نخلوه يخمر، ماشي يخمر، يريح شويه مده 15 دقيقه. بعدها نروحو نطيبوه على 160 درجه، نطلعوه في الفوغ من الفوقه. ونخلوه يشعل غير من تحت الفوغ،
ونخلوه يطيب مدة 45 دقيقة غير على بتي فو. وهذه هي النتيجة. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم يا ربي، واللي عجباتو كالعاده كما قلت لكم ما عليه غير يدير جيم يابوني في لاشين تاعنا ويفعل لاكلوش باش يلحقوه ان شاء الله مي بروشين غوساتو كي نقطعوه يجي بزاف بنين ولوغو والله غير يجي كيما تاع برا. نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوا هذه الوصفه وتشاركوني تطبيقاتكم. وهذه هي وصفتنا تاع نهار اليوم. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم. نتلاقاو في وصفه واحده اخرى. سلام.